بشرى لعشاق أحاديث النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. تعلن منظمة التنمية لطلبة كردستان عن انطلاق مشروع نور العالم، وهو مسابقة في حفظ أحاديث نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ولهذا العام يزهر مشروع نور العالم بأحاديث الحبيب المصطفى، ويهدف إلى تعليم المشاركين كيف يمكننا أن نقضي أيام حياتنا على نهج رسولنا الكريم. تتضمن المسابقة اختباراً في كتاب لنعيش يوماً كأننا مع نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث يقوم المشاركون بحفظ الأحاديث ثم يؤدون اختباراً يتكون من أسئلة على شكل اختيارات. نور العالم هو أحد المشاريع العامة التي تنفذها منظمة التنمية لطلبة كردستان سنوياً في شهر المولد النبوي الشريف، ويقام في جميع مناطق ومحافظات إقليم كردستان بضمنها كركوك ونواحيها. ويقدم مشروع نور العالم جوائز قيمة ل80 فائزاً موزعة كما يلي: الجائزة الأولى 2,500,000 دينار، الجائزة الثانية 1,500,000 دينار، الجائزة الثالثة 1,000,000 دينار، من الجائزة الرابعة حتى السابعة 500,000 دينار، من الجائزة الثامنة حتى العاشرة 300,000 دينار، من الجائزة 11 حتى 20 200,000 دينار، من الجائزة 21 حتى 30 100,000 دينار، من الجائزة 31 حتى 80 50,000 دينار. فلنشارك جميعاً، عسى أن نكون في صحبة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن نجسد أحاديثه في أفكارنا وأفعالنا وسلوكنا في هذه الدنيا، لكي نكون في الآخرة من السعداء بلقائه ونحظى بشفاعته. للتسجيل والحصول على الكتاب يرجى زيارة فروع منظمة التنمية لطلبة كردستان أو التواصل على أرقام الهواتف التالية.